مرحبا بكم البنات في هذا الفيديو تكملة للفيديو الأول على قناتي. راح نزين فيها الصابلي اللي كنت بديته في الفيديو اللي سبق، وفي نفس الوقت من بعد راح نحكي لكم بإذن الله عن الموضوع الأهم. في الأول التزيين راح يكون بسيط، الأول بالسكر جلاسي وثاني بالشوكولا. الشوكولا استعملت شوكولا ليدل، راح تشوفوها في الفيديو. صورتها نحطها في الفيديو. وشوكولا إيطالي كانت نوتيلا ولا أي نوع آخر اللي تحبوه. وزينتها من فوق بحبة نوازيت. الشوكولا كنت ذوبتها في الميكرووند وحطيتها في كيس صغير وثقبتها بإبرة باه تخرج لي خطوط رقاق. طريقة راح تشوفوها في كامل الفيديو، وكما وعدتكم راح نحكي لكم على أسباب اختيار مهنة الأسيستانت ماترنال. حقيقةً كانت عندي عدة أسباب. نبدأ أول شيء بالسبب الأول اللي نشوف فيه هو السبب اللي دفعني إني نختار هذه المهنة. السبب الأول هو كان مشكلة الحجاب. الحجاب الحمد لله نعمة وليس مشكلة، ربي يثبتنا إن شاء الله عليه، ولكن كان عائق في المجال اللي كنت نبحث فيه. أكيد كاين مجالات اللي تسمح بارتداء الحجاب ولكن محدودة، حتى ولو في القطاعات الخاصة. كان كل ما نلقى منصب عمل يكون الحجاب سبب رفضي أنا لهذا المنصب. جرّبت كل شيء وكل مغتربة متأكدة 100% إنه فات بهذا الشعور. وفي الأخير وصلت لفكرة إنه لازم نخدم من الدار. جرّبت كل شيء، جرّبت الحلويات، جرّبت أعمال يدوية، جرّبت الfreelance، ولكن كانت مليحة لفترة وبعدها تحبس. ما كنتش حابة هاذيك الخدمة اللي تجيب مصروف برك، كنت حابة خدمة تكون فيها مصروف، فيها assurance، فيها cotisation de la retraite، فيها كل ما هو متوفر في أي عمل آخر، ويكون عندي حقوق كأي salarié في أي مندى. بحثت حتى وصلت لهذه المهنة اللي جمعتني بواش راني حابة وبالدومان اللي نرتاح فيه اللي هو la petite enfance. الحمد لله صليت واستخرت وطلبت لاغريمون حتى قبل ما يكون عندي أطفال، مع إني بديت فيها سنوات بعد ما تحصلت على لاغريمون اللي هو التصريح القانوني لبداية هذه المهنة ولا لممارسة هذه المهنة. ولكن عمري ما ندمت إني اخترت هذا الخيار. نرجع للنقطة إني تحصلت على تصريح قبل ما يكون عندي أطفال. إيه تحصلت عليها قبل، ونشجع أي واحدة حابة تبدأ وخايفة تبدأ إنه ما عندهاش أطفال وما عندهاش خبرة وخايفة يكون سبب رفض تصريح. نقولها لا، هذا ليس سبب للرفض. أكيد كاين أسباب نهضروا عليهم في فيديو آخر، ولكن ليس سبب يكون من وراه رفض للتصريح لممارسة هذه المهنة. نجيو للسبب الثاني اللي هو أولادي. كانت وما زالت عندي فكرة إنه أولادي محتاجين أم في هذه الفترة من ناحية التربية ومن ناحية الوقت يكونوا أكثر معاهم. والسبب الثالث وليس الأخير إنه نخدم بدوام جزئي أو كامل أنا وظروفي والبرنامج اللي يكون عندي. ولأسباب أخرى أكيد إيجابية، من أهمها نقطة الضرائب اللي معظم الناس تكون متخوفة منها. إن شاء الله راح نتكلم عليها في فيديو قادم. راح نروح لإيجابيات مهنة أسيستانت ماترنال ونتطرق لموضوع الضرائب. راح تكون في هذه القناة سلسلة فيديوهات متخصصة في مهنة الأسيستانت ماترنال، ولكن ما يمنعش إذا كان عندكم أسئلة واستفسارات في هذا المجال نحاول بإذن الله نجاوبكم عليهم بكل مصداقية. هذا الفيديو راح ينزل بإذن الله ليلة عيد الفطر. إن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا، عيدكم مبروك. أهم حاجة أنكم تفرحوا بالعيد وفرحوا وليداتكم إذا كان عندكم أولاد، واللي ما عندهاش أولاد إن شاء الله ربي يرزقها بالذرية الصالحة ويجي نهار بإذن الله وتتفكرني ويجيب عندها أولاد بإذن الله وتفرح بيهم ومعاهم. ونحيوا فكرة إنه عيد الغربة مش مليح ولا عيد بكري كان فيه البركة ودركا عيد هذه الأيام ما فيهش بنة. العيد تاع بكري كيما عيد تاع درك، انتي هي اللي دخلي العيد لدارك وانتي هي اللي تخرجيه. مالا فرحوا بالعيد وفرحوا وليداتكم، وأهم حاجة فرحوا رواحكم. صحة عيدكم وكل عام وانتم حيين بخير.